السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مناشدة سيادة رئيس دولة الوزراء، مناشدة أحب أناشد وزير الداخلية من مواطن الله مطيح حظه بالدنيا وبالآخرة. يعني سيادة رئيس الوزراء، سيادة رئيس وزير الداخلية العفو المحترم، يعني أنا رجال سايق تاكسي، تمام، وسايق التاكسي ما طالع بطلان من الشارع، يعني أنا طالع على عيشتي وعلى عيشة أطفالي، تمام. من امشي بالشارع وانا ما مخالف، استداره رسميه مال الدوله، الدوله مسويتها استداره رسميه، افتر استداره يقص لي وصل مقدم ما ادري عقيد واقف لي بابو نواس يقص لي وصل، ليش؟ ليش؟ اشيل لي كروه يقصوا لي وصل، اقول للمرور السلام عليكم يقص لي وصل. يعني بالقران الكريم مليون وأربعين ألف دينار بس وصولات، إيه ليش؟ ماكو عداله. مين راح يدفعهن ذني؟ مين راح يدفعهن؟ يعني انا يا دوب مطلع عيشتي وعيشه اطفالي ورزق اطفالي، اجي انطيه للدوله بكاء ما الدوله تنطيني تساعدني؟ يعني انا ولد شاب هسه من طالع الله وكيلك سياده رئيس دوله الوزراء، طالع من الصبح لي هسه الله شاهد ورقيبه، رجليه متقطعه من السياقه، 20,000 ما محصل، تجي تقص لي وصل ليش؟ احكي وياه ينزع الشفقه ما تريد يضربني كله، هذا ملازم اول. قلت له ادري سياده الضابط، قلت له انت ضابط رجل دوله رجل قانون ملاكم، يعني بالقران الكريم ما صايره. فمناشده، مناشده الله يرحم والديك سياده رئيس دوله الوزراء، يا رئيس الوزراء يا وزير الداخليه، ارحموا هاي العالم، قصوا وصولات لاهل الاليات، مو جايين على ابو التاكسي. ابو التاكسي لا حول ولا قوه، الدنيا كلها محاربته، ابو الاتحاديه يطرده، ابو الجيش يطرده، ابو المرور يطرده، شنو السالفه؟ يعني الواحد شو يسوي؟ يروح يبوق ينهب؟ مو حرام هيك؟ والله العظيم حرام، الله شاهد ورقيبه حرام. يعني واحد وين يطي وجهه؟ وين يروح؟ غرفتي وين يروح؟ مليون وأربعين ألف أنا بس وصولات، ليش؟ وكله وقوف ممنوع، وقوف ممنوع. بالقرآن الكريم لو مخالف أقول أنا مخالف، بس والله العظيم شاهد الله ورقيبه ما مخالف، وحق لا إله إلا الله ما مخالف، وحق لا إله إلا الله ما مخالف، وحق رسول الله وحق الإسلام والأركان اللي بنت عليه الإسلام ما مخالف. يعني يعني والله العظيم ما أرشق لكم، أرجو يعني من يبكم يا الدولة تنظرون لهذا الحال، تطلعون بالشارع وتنكرون زي مدني وتشوفون المرور ايش يسوي. الرحمه حلوه، الرحمه حلوه. دوله علي بن ابي طالب كانت عادله، مو احنا دوله شيعيه، دوله جعفريه، نتحلى باخلاق امير المؤمنين، نتحلى باخلاق جعفر الصادق. هيجي والقران مو واحد كره حتى دينا من وراء السالفه. فالله يوفقك سياده رئيس دوله الوزراء انه ترجع لنا وتعيد لنا النظر بهذا بهاي المشكله، ورحم الله والديكم.